في ظل المنافسة الشديدة اللي ما بين فرق البريمير ليج خلال الموسم الحالي طبعا، ومع صعود فريق زي نادي ساندرلاند الإنجليزي خلال الموسم الماضي من الشامبيونشيب لمنافسات البريمير ليج، فدي طبعا بتعطي النادي نوع من أنواع الدافع للمنافسة والاستمرار في الدوري الإنجليزي لأطول فترة ممكنة، وده بيدفع النادي لتحقيق عدد من التعاقدات واللي نجح من خلالها في التعاقد مع عدد من اللاعبين. ومع التوجه الى القاره السمراء قدر ان هو يتعاقد مع لاعبين امثال الدولي السنغالي الحبيب ديارا، بالاضافه الى اللاعب الكونغولي نوح صديقي، وايضا الايفواري سيمون ادينجرا، والموزمبيقي القائد طبعا رينيلدو ماندافا، وايضا اللاعب المغربي شمس الدين طلبي. طبعا كل هذه التعاقدات تعاقدات قويه جدا بالنسبه للفريق الانجليزي، ولكنها قد تضع الفريق الانجليزي في مأزق كبير جدا خلال الموسم الحالي، وخصوصا في نهاية العام الحالي، وتحديدا في شهر ديسمبر مع بداية كأس الأمم الإفريقية، واللي المنتخبات الخمسة اللي بتمثلها هؤلاء اللاعبين ستكون متواجدة في منافسات ونهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية، واللي هتبدأ من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير 2026، في التوقيت اللي الدوري الإنجليزي فيه لا يتوقف والمنافسات فيه ستكون مستمرة. قد يفقد نادي ساندرلاند جهود خمسة من لاعبيه الأفارقة المتواجدين مع منتخباتهم في هذه البطولة. خلينا نشوف الأيام الجاية هتكشف عن إيه، وهل نادي ساندرلاند هيتأثر بغياب خمسة من لاعبيه ومن قوامه الأساسي ولا لا. سلام.